محاولات اعتراض الصاروخ اليمني الذي استهدف مناطق في كما تقول في حساسة في القدس في تل أبيب وغيرها. لا نعرف بالضبط يعني حجم هذه العملية التي قام بها الحوثيون حتى الآن. كما وأن هذه سفارات الإنذار تدوي في قبل قليل في تل أبيب. هذه الصور وردتنا قبل قليل لمحاولات اعتراض الصاروخ كان قد أطلق من قبل الحوثيين. تقول السلطات الإسرائيلية بأنها تحاول أو حاولت اعتراضه، ولكننا نسمع سفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب. معنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ما الذي يحدث الياس؟ نعم جمال، أولا الجيش الإسرائيلي يؤكد في آخر بيان له في الدقائق الأخيرة بأنه تمكن من اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن في الدقائق الأخيرة. وصافرات الإنذار دوت حقيقة في أكثر من 300 مدينة وبلدة إسرائيلية من تل أبيب الكبرى وفي المناطق الشمالية والجنوبية من منطقة تل أبيب الكبرى، وكذلك منطقة القدس مدينة القدس وضواحيها أيضا دوت فيها صافرات الإنذار. نرى الآن هذا الاعتراض الصاروخي الذي شوهد قبل قليل أيضا في سماء مدينة القدس وفي مناطق واسعة هناك. نشير جمال أيضا إلى أن صافرات الإنذار كانت دوت في مناطق أيضا في جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة الخليل على وجه التحديد. لكن كما أشرنا بأن الجيش الإسرائيلي يؤكد في الدقائق الأخيرة بأنه تمكن من اعتراض صاروخ باليستي واحد أطلق من اليمن، ونحن نرى الآن على الشاشة هذا الاعتراض. هذه هي الشظايا للصاروخ الذي اعترض في سماء المنطقة. ونتحدث أيضا جمال عن أن دوي صافرات الإنذار في الحقيقة سمع في مناطق واسعة جدا في منطقة تل أبيب الكبرى، وفي هذه الحالة أيضا يعود المشهد ذاته في إغلاق مطار بن غوريون الدولي، ذلك أن صافرات الإنذار دوت في تلك المنطقة أيضا. وهذه هي المرة 23 جمال منذ مطلع هذا العام الذي يغلق فيها المجال الجوي الإسرائيلي تحديدا في وسط إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، والمرة 23 التي تتوقف فيها الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي. نحن الآن أمام الصاروخ 37 الذي يطلق تحديدا منذ بداية العام، ونتحدث عن 31 صاروخا أطلق فقط منذ آذار الماضي، أي منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، من أصل 50 صاروخا أطلقها أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل. لكن ليس كل الصواريخ وصلت إلى إسرائيل، بعضها سقط في الطريق أو بعضها أيضا اعترض من قبل البوارج الحربية الأمريكية التي تساهم في عملية توفير الإنذار المبكر لإسرائيل، وأحيانا أيضا في اعتراض هذه الصواريخ البالستية التي تطلق باتجاه إسرائيل. نتحدث عن 73 صاروخا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر من عام 23، ويعني هذه هي المرة 18 يعني 18 صاروخا حتى الآن أطلقت جمال فقط من بداية أيار مايو الماضي وحتى هذا اليوم، يعني في ظرف شهر تقريبا نتحدث عن 18 صاروخا أطلقها أنصار الله الحوثيون باتجاه إسرائيل ووصلت إلى إسرائيل وجرى اعتراضها في الأجواء الإسرائيلية. لماذا يتم اكتشافها فوق الأجواء الإسرائيلية؟ هي تكتشف حقيقة في وقت مبكر، هي تكتشف قبل نحو 12 دقيقة من قبل وصولها إلى إسرائيل، وبالتالي هنالك إنذار مبكر أولي يطلقه الجيش الإسرائيلي هذه صور جديدة لمحاولات اعتراض الصاروخ وردت قبل قليل في وسط إسرائيل. يعني أنت تقول بأن هذه العملية مختلفة ربما عن سابقاتها من أنها جعلت كل هذا يحدث الآن من صفارات إنذار
محاولات لاعتراض الصواريخ في وسط إسرائيل. وهنا ربما هذه فارقة جديدة ومختلفة، لكن هذه الصور الجديدة التي نشاهدها الآن لعملية محاولة اعتراض هذا الصاروخ وإسقاطه. تصاحبت هذه العملية مع صفارات الإنذار التي دوت كما قال الياس قبل قليل في مناطق مختلفة. أي المناطق دوت صفارات الإنذار؟ هي دوت في مدينة تل أبيب بطبيعة الحال، وتل أبيب الكبرى، بمعنى عشرات المدن الإسرائيلية الكبرى التي تشكل منطقة تل أبيب الكبرى دوت فيها صافرات الإنذار. نتحدث عن حوالي 300 مدينة وبلدة في هذه المنطقة، وصولا إلى المناطق الغربية لمدينة القدس ومدينة القدس ذاتها التي دوت فيها صافرات الإنذار على نطاق واسع. هذا بالإضافة إلى أيضا بعض المناطق الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في منطقة الخليل، في المستوطنات التي تحيط في مدينة الخليل دوت فيها أيضا صافرات الإنذار على نطاق واسع. ونحن نرى جمال حقيقة أنه في الأسابيع الأخيرة وفي الاعتراضات الصاروخية الأخيرة، هذه الاعتراضات حقيقة تقع فوق إسرائيل أو في الأجواء الإسرائيلية. في السابق كان الجيش الإسرائيلي يقول بأنه تمكن من اعتراض الصواريخ قبل وصولها الأجواء الإسرائيلية، لكن نحن نرى الآن في الأسابيع الماضية بأن عمليات الاعتراض تتم في أجواء إسرائيل في المناطق الشرقية، تحديدا في منطقة القدس أو في وسط إسرائيل كما هو الحال هنا. وهذه اللقطات التي يلتقطها الإسرائيليون لعمليات الاعتراض عادة ما تشاهد في مناطق واسعة جدا، بمعنى هنالك من يلتقطها فوق القدس في مناطق مختلفة. لا، هي عملية اعتراض واحدة، لكن لأنها تجري في طبقات الجو العالية يمكن مشاهدتها في مناطق مختلفة، لذلك هنالك من يلتقطها في منطقة القدس وهنالك من يصورها في منطقة تل أبيب الكبرى. لكن واضح بأن عملية الاعتراض أصبحت تتم في الأجواء الإسرائيلية. بعض المصادر الإسرائيلية جمال تشير إلى أن منظومة آرو حيتس من الجيل الثالث هي التي فعلت وتم بواسطة هذه المنظومة اعتراض هذا الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وهو الصاروخ كما قلنا 37 منذ بداية هذا العام. هذه المنظومة الجديدة هي جديدة يعني يتم استعمالها أول مرة أم؟ هي هذه المنظومة جمال هي جديدة نسبيا، وقبل الحرب في 7 أكتوبر 2023 كانت إسرائيل ما زالت تجري عليها التجارب الاعتراضية، جرى بعضها في إسرائيل وجرت بعض التجارب الاعتراضية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا مشروع المنظومات الدفاعية من نوع آرو حيتس هو مشروع إسرائيلي أمريكي مشترك. لأول مرة في أكتوبر من العام 2023 عندما دخل الحوثيون على خط إسناد المقاومة الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بأن هذه المنظومة الدفاعية أصبحت منظومة عملياتية، أي دخلت حيز العمل في إطار المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية، بمعنى أنها للمرة الأولى في العام 2023 تتمكن من إسقاط واعتراض صاروخ باليستي في إطار حرب وفي إطار عملياتي وليس في إطار التجارب على هذه المنظومة الصاروخية. ورأينا أنه في الأسابيع الماضية والشهور الماضية هذه المنظومة الدفاعية تمكنت من اعتراض الصواريخ البالستية التي أطلقت من اليمن، لا سيما بعد فشل منظومة ثاد الأمريكية على الأقل في مرة واحدة كانت مؤكدة عندما سقط الصاروخ في 4 مايو في أرض مطار بن غوريون الدولي. وكان واضحا بأن كل المنظومات الدفاعية وقتها فشلت في اعتراض هذا الصاروخ، سواء كان ذلك منظومة آرو حيتس أو منظومة ثاد الأمريكية التي أحضرت إلى إسرائيل نهاية العام الماضي من أجل أن تكون سندا أو إسنادا للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية، لكنها فشلت في تنفيذ الاعتراضات رغم أنها اشتغلت وفق الإعلام الإسرائيلي على الأقل 9 مرات من أجل اعتراض الصواريخ البالستية من اليمن.